اسمه توفيق، انت على ما اظن كتشتغل هنا كمصور في شارع حسن الثاني. هاد الاسد اللي جاك هديه اليوم في شارع حسن الثاني، يعني كيف الشعور ديالكم نتوما كتلقاو هاد الهديه؟ الشعور ديالنا حنا كمصورين تيفرحنا، والشارع زيان بزاف، وهذا الشيء مزيان بالنسبه للمدينه وبالنسبه للسياح والمغاربه اللي تيجيو، لان الشارع راه ولا روعه من احسن ما يكون. في نظرك هاد الاسدين هذا منهم هاد الاسد المتواجد الان في شارع حسن الثاني غيزيد من نسبه الزوار للشارع ومن نسبه الاقبال على الشارع؟ بطبيعه الحال كل حاجه راه كتعطي واحد هذا زياده على هاد الخصات اللي كاينين. زعما راه الشارع راه ولا تيجيو ناس وتيشكروه بزاف، زعما تيشكروا هاد الاصلاحات. باعتبارك واحد من الناس اللي كيعيشوا يوميا في الشارع وكيشاهدوا هاد المناظر الجميله والناس وهما كيزوروه، يعني شنو الرساله اللي ممكن توجه للمجلس البلدي من هذا المكان هذا؟ من هذا المكان هذا تنوجه لهم بانهم الله يعاونهم، الحاجه اللي في الصالح هذه المدينه كلها مزيانه وكلها كتخدم مزيان. وبالنسبه للناس حنا هما اللي خصنا الانسان واحد اللي يحافظ على الطبيعه ويحافظ على المناظر الخلابه. وهذا الشارع تيجيو ناس من كل البلاد ومن كل دوله وتيشكروه بزاف، لانه الشارع ما كاينش بحاله في افريقيا كاع تماما. والشارع راه الاسم ديالو شارع حسن الثاني راه معروف، زعما غني على التعبير. شكرا. عمري هاد الشارع الحسن الثاني جا شارع مشهور في مدينة فاس،
وجا فاش زادوا لنا هاد الاسد جا شارع جا وبقى كيزيد لنا الزوار ورجع الشارع كيعمر دابا في رمضان في الليل. وكنشكروا المجلس البلدي اللي قام بهذا العمل الجيد اللي هو صوب لنا هذا الشارع الجديد اللي هو الحسن الثاني، وهو رمز لمدينة فاس كيفتخروا به جميع الفاسيين، ولا سيما هذا الخصات اللي داروا فهو شيء رائع وما كنلقاوهمش في المدن الكبرى. وشكرا للسي حميد الشابط اللي قام بهذا العمل الجيد، وهذا الاسد اللي كيتواجد بالخلف منا اللي هو رمز لمدينة فاس. وشكرا لهذا الناس القائمين بهذا المجهود.